شخشوخة الضفر القسنطينية بمرقة حمراء اللي طيب باللحم والحميصة، والشخشوخة مخدومة في الدار بكسرة السميد. هذا الطبق التقليدي اللي يجمع العائلة، يجي زاكي وبزاف بنين. تبعوا معايا نشوفوا لا غوسيت. ندير 3 مغارف كبار زيت ونزيد عليهم نص مغرفة من المرجان، نخليه يذوب ونحط البولي واللحم الغنمي، نحمرهم لي دو كوتي ونخليهم يطلقوا البنة تاعهم. كي يحمروا نزيد حبة بصل ربيتها ونزيد نخليه يتقلى شوية مع اللحم والبولي، ومن بعد نزيد عليهم 3 سنات توم ربيتهم، مغرفة كبيرة ونص طوماطيش مصبرة، مغرفة صغيرة معمرة فلفل عكري، ووحده راس الحانوت، مغرفه صغيره فلفل كحل، ومغرفه صغيره معمره ملح. نخلطهم باش تتقلى لا طوماط كونسونطري وتتنحى لها لاسيديتي يعني القروسيه. ومن بعد نزيد 2 حبات طوماطيش قشرتهم ورحيتهم، وكميه تاع الحميصه مشمخه. نزيد عليهم لتر ونص ما يغلي، نحرك شويه ونخلي اللحم يطيب لانه هاد المرقه ما فيهاش الخضره. كي يجوزوا 15 دقيقه نحي البولي باسكو يطيب بالخف ماشي كيما اللحم اللي نزيد نخليه يطيب 15 دقيقه واحد اخرين. وهذه العجينه تاع شخشوخه الضفر، فيها 800 غرام سميد رقيق، شويه ملح، وجمعتها بالماء حتى تحصلت على اون بات كيما تاع الكسره. نخليها تريح على الاقل ساعه، ومن بعد نقسمها على 8 ونزيد نخليها تريح ساعه واحده اخرى. وفي لافا نحلها بالحلال ونحطها طيب على نار متوسطه نص طياب، ولازم تقعد بيضه ما لازمش تحمر. نقطعها كيما راكم تشوفوا، قطعت كميه بهذه الطريقه والباقي كملته بالمقص باش نربح الوقت. نغربلها من هاد الفتات باش ما تتعجنليش كي طيب. بعد ما كملت نحطها تفور 20 دقيقه مره واحده باسكو هاد الشخشوخه مخدومه في الدار ماشي اصطناعيه. بعد ما فارت نزيد لها وهي سخونه مغرفه كبيره ونص زبده ونخلطها حتى ندهنها كامل. نحط كميه في مقله غامقه ولا طاجين كبير، نمرقها ونخليها تشرب المرقه على نار قليله. جربوها واعطوني رايكم. مع المرجان ديما فرحان.